laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal وصحبه أجمعين. فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الأمام مكان فارغ، جزاكم الله خير. تقدم يا إخوان، الله يرضى عنكم. ما نحتاج دائما نذكر، لازم نكون نحن متعاونين يعني تلقائيا. الله قال وتعاونوا، الله قال على البر، هذا بر والتقوى، تقوى البعد عن الحرام، فدائما نتعاون. خطبتنا اليوم إن شاء الله مستعينة بالله صفات عباد الرحمن، ونحن في مسجد عباد الرحمن. وصف الله عباده في كتابه العزيز، وصف الله أصفياءه، وصف الله أولياءه وأتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا، قال جل من قائل، قال وعباد الرحمن نسبهم الله إليه، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، الذين يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يدعون أي لا يعبدون، لا يشركون، إخلاص توحيد. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي نفس لا تقتل إلا بالحق، ولا يزنون، لا يفعلون الفواحش ولا يقربونها، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يلقى العقاب والجزاء عند ربه يوم يلقاه، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يخلد فيه مخزي مهان إذا جحد بشرع الله، إذا ارتكب الزنا وقال ما في شيء اسمه حرام فهذا خالد في النار. أما إذا ارتكب مسلم عاصي فإن التوبة مفتوحة والرحمة واسعة. قال إلا، فاستثنى الله من رحمته ومن عفوه. وجاء الاستثناء هنا أن من هؤلاء من يكون مشرك ويكون قاتل ويكون يفعل فاحشة ثم يكون من عباد الرحمن، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، لا يتوب من أجل كلام الناس ولا من أجل الخوف من الناس أو من ثناء الناس أو لثناء الناس، إنما يتوب من أجل الله، الإخلاص في التوبة. والذين الله قال لا يشهدون الزور، الزور سواء الشهادة أو الباطل، وإذا مروا باللغو بالغيبة والنميمة والكلام الغير مفيد الذي ليس منه فائدة. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، مروا بسرعة وأعرضوا عنه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عنها، يخروا صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين في الصلاح، يعني واجعلنا للمتقين إماما في العلم والدعوة والصلاح. وعباد الرحمن، كلمة عباد جمع عبد،
والعبد من تعبد الشيء، ومنه عبدت الطريق. الطريق يكون فيها حفريات وكسور وجبال وأشجار وحجارة وإلى ما إلى ذلك، فتعبد مستوية لكي يمر عليها الناس بسياراتهم ويقضون حوائجهم عليها. والعبد قال أهل العلم كمال الحب وكمال الذل وكمال الطاعة. العبد لربه بكمال الحب وكمال الذل وكمال الطاعة. والعبادة نوعان: قهرية، كل شيء عبد لله قهري، وهناك عبادة خاصة للمؤمنين هي عبادة الاصطفاء والعبادة والتذلل والحب. فلا يحجون من أجل كلام الناس، ولا يصلون من أجل ثناء الناس أو مشقة على أنفسهم، إنما يحجون وهم فرحين وهم يذهبون إلى بيت ربهم، وهم يصلون وهم سعداء بأنهم يقفوا بين يدي ربهم في صلاتهم له، يقرؤون كلامه وهم يتمتعون ويتلذذون بها. قال: وعباد الرحمن، أصفياء الرحمن، أولياء الرحمن، أتقياء الرحمن، أحباب الرحمن. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله. والولاية من النصرة والتأييد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا تخف عليهم بعد الموت، ولا تخف على مصيرهم في الدنيا، فإن كفيلهم هو الله، ونصيرهم ووليهم هو الله. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يحزنون على من يأتي من بعدهم أو يكون من بعدهم. من هم هؤلاء عباد الرحمن؟ من هم هؤلاء الأولياء؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكانوا يتقون يفعلون، يعني فعل الطاعات وترك المحرمات. التقوى هي من الوقاية، هي فعل الطاعات وترك واجتناب المحرمات والشبهات. ونسبهم الله إلى الرحمة، لم يقل عباد الجبار وعباد المنتقم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فاعبدوه، يعني بها فاعبدوه بها، فادعوه يعني فاعبدوه في التفسير بلسان الحال والمقال. فإذا تقول يا رحمن ارحمني، ولا تقول يا رحمن انتقم من فلان، فإنه سوء أدب مع الله، فإن الرحمن لا ينتقم. ولا تقول يا منتقم اغفر لي، فإن المنتقم لا يغفر. فإذا سألت الله تسأله بالاسم المناسب للطلب، لسان المقال عند أهل العلم، ولسان الحال فادعوه بها، تستقيم على هذا الاسم الذي يوصلك إلى المراد. فلا تنال رحمة بمعصية، ولا تنال توبة بتسويف، ولا تنال مغفرة بسكوت. لا بد من التوبة بشروطها والمغفرة بذكرها حتى تنال من الغفور هذه المغفرة، من التواب هذه التوبة. هنا عباد الرحمن نسبوا إلى اسم الرحمة. رحمن فعلان مشتق من الرحمة، ورحيم فعيل مشتق أيضا من الرحمة، لكن الرحمن أشمل. وهنا هؤلاء العباد وفقوا لهذه الأعمال الصالحة التي ذكرها الله في هذه الآيات الكريمات. ليس منهم لا تصلي وتقول أنا الله يعلم أنني أنا إنسان يعني قلبي فوفقني، يعني تزكي نفسك. الله قال ولا تزكوا أنفسكم. قال أهل العلم هنا نهي عن التزكية، فمن زكى نفسه وقع في الإثم، نهي تحريم. ولماذا عباد الرحمن؟ قال أهل العلم
أن هذا التوفيق الذي هم فيه هو من رحمة الله، فضل منه ليس منهم. والفضل في اللغة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أن تكون من عباد الرحمن هذا فضل ليس منك، ولا ليس إن قلبك طيب أو نيتك سليمة، لا، إنما هو فضل، إنما كرم ورحمة من الرحمن وفضل من الله. والفضل الزيادة، يعني نقول فضل الكلام وفضل الطعام وفضول تقول، فإن الله أكرمهم بهذه الصفات وهذه الأعمال دون حول منهم ولا قوة. وعباد الرحمن هيا على الصلاة هيا على الفلاح يقولها المؤذن، تقول معه أنت لا حول ولا قوة إلا بالله. ما علاقة حي على الصلاة حي على الفلاح بلا حول ولا قوة إلا بالله؟ أي أنك لما تلبي للصلاة وللفلاح في الدنيا والآخرة فإن ذلك يكون بتوفيق من الله، أي بحول وبقوة من الله ليس منك. لا تعلق الأسباب، تقول والله لأني أنا إنسان طيب والله يعلم، ذلك أنفسهم الناس، ذلك أنفسهم، ذلك فضل الله زيادة من الله دون سبب من العبد أبدا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فضله عظيم. وعباد الرحمن من هم؟ اتصل بهم، كن معهم، صاحبهم في الدنيا تنجو معهم في الآخرة. الذين يمشون على الأرض هونا. قالوا أهل العلم يمشون كما قال القرطبي والاختلاط، يختلطون في الناس، وهنا سر لطيف وعظيم. عند الفتن واشتداد الفتن فإذا رأى المرء في اختلاط الناس المفسدة فليجتنب، ولكن ما دامت الأمور مثل اليوم لا زلنا بخير الحمد لله. كثير الناس يحبط، لا كما في الحديث الصحيح قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم فهو أهلكهم، يعني أهلك واحد فيهم، وفي الرواية الأخرى هو أهلكهم بلسانه، يعني لا، الناس بخير والإسلام بخير والدنيا بخير إن شاء الله. لا تحبط الناس، لا زال الناس فيهم خير الحمد لله. ولكن لو أن الإنسان عند الاختلاط مع الناس لم يختلط تركهم، إيش يعني؟ ماذا يقع؟ يأتي الكذاب والدجال والنصاب والمنافق ويلبس على الناس، فيلبس الأمر على الناس فيغتر الناس بالكذابين والدجالين والنصابين. لما يعتزل أهل العلم وطلبة العلم الاجتماع بالناس ويجتمع فيهم الدجال، فالناس لما يروه يظنوا هذا هو الصدق فيغتر الناس. فإن الذين يمشون يختلطون فإن مشيهم دعوة إلى الله، فإن مشيهم واختلاطهم بالناس هي دعوة إلى الله، وإلا بمن يقتدي الناس سوء وممن يتعلمون. يمشون على الأرض هونا من الهين، قالوا السكينة والوقار، يمشون بدون تكبر، بتواضع، متواضعين لأمر ربهم ثم متواضعين لعباده، وهذه من رحمة الله. الذي يخالط الناس لابد أن يؤذى. قال وإذا خاطبهم الجاهلون، لابد تصطدم مع بعض المخطئين، مع بعض الجهلاء. والجاهل والأمي، الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ونسب إلى ذلك إلى أنه ولد من أمه لا يقرأ ولا يكتب فكبر على ذلك، فقيل أمي، أو قالوا أهل اللغة أمي نسبة إلى أمه التي ولد منها ولم يتغير على هذا الحال، الأمي. أما الجاهل ونبينا أمي، الرسول أمي، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم صلى الله عليه وسلم. أما الجاهل هو الذي لا يعرف الشيء ولا يعرف قدره. وقالوا لموسى أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالجاهل هذا الذي ينتقص من الناس ويعيب الناس ويغتاب الناس ويتكلم في الناس، هذا مريض القلب، قد يسبك، قد يشتمك، قد يغتاب بعض الناس أمامك. قال وإذا لا بد تلاقيه، أين أنت تعيش على الأرض، أين تذهب؟ ما في مفر. الله يوصف عباده بالصبر على العباد، على الخلق.
قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال مجاهد: سددا، يعني قالوا كلاما سديدا ردوا عليهم بلين، كما قال سعيد بن جبير في التفسير أيضا. ما يرد واحد سبك ما تسبه. فهنا إذا سبك فرد بالإحسان. قال: الله والكاظمين الغيظ. الغيظ يكون في القلب. ولماذا يأتي الغيظ؟ الغيظ يأتي إما لحركة أو قول أو فعل، إما يفعل فعل أو يعمل حركة أو يسمع كلام أنت تكرهه فامتلأ قلبه غيظ. الله قال: والكاظمين الغيظ، اكذب. قال: والعافين، لم يقل عن المسلمين، والعافين عن الناس. فضل الله، والله يحب المحسنين. هنا العفو عفو، ثم لم يتوقفوا، بل من أساء إليهم رد الإساءة إحسان، أحبهم الله. والإساءة هي يعني الفعل أو القول الذي يؤذيك، فترد ذلك بعكسه بإحسان. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هنا بعد ذلك الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، اللي عنده سيارة ولا شيء آخر النهار عند قرب الليل فيأتي يوقفها الموقف، فإن موقفهم ومبيتهم هو بين يدي